السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا في جولة لبورسعيد، فسيبنا العيال نايمين ورحت انا وجوزي واهلي يعني واخواتي معايا. وقلنا بقى ايه، نروح نشوف بورسعيد، بقالنا بتاع 8 9 سنين كده ما رحناش. فقلنا هنروح كده ونشوف الدنيا عاملة ايه والمحلات هناك، وبورسعيد زي الاول ولا لا. هنا طبعا احنا كنا داخلين على البلد قربنا ندخل فيها، فلقيت البلد يا حبايب قلبي اتغيرت وكبرت. تحس ان بورسعيد كبرت، ما كانتش زي الاول. بقت كلها بسم الله ما شاء الله عماير. آه بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، بسم الله ما شاء الله، فيها العماير يعني اتملت عماير جامدة وكتير، بسم الله ما شاء الله يعني. فتحسوا ان البلد اتغيرت. شايفين المنظر؟ ما كانش فيه المنظر ده زمان يعني، الا حاجات بسيطة خالص. وطبعا احنا رحنا الصبح بدري. فقلنا بقى اشوف بورسعيد زي الاول ولا لا. وده الراجل الطيب ده قابلناه في الشارع، فكان بيشرح لنا نخش منين، لان احنا كنا عاملين زي ما نكون تايهين طبعا فيها. فعمال يشرح لنا طبعا هنخش منين. وده عمرو جوزي كان معايا طبعا، ما قلناش لحد من العيال. هنا كده بيقول لكم اعملوا لايك يا حبايب قلبي. هنا اول ما دخلنا طبعا السوق ده محل لقيناه فاتح، لان معظم المحلات كانت الصبح بدري الناس نايمه. لقينا المحل ده بيبيع جواكت وترنجات. وهنا محل تاني برضك ده حريمي. فقلنا نشوف بقى الدنيا. فطبعا اتغيرت كتير، مش زي الاول خالص. الاول كانت زحمه. وشفنا المنظر بتاع القلل الجميل دوت، قلت طبعا لازم اصوره، شكلها تحفه. وهنا دي جواكت اطفالي وبناطيل وحاجات بردك، بس مش زي الاول خالص يا حبايبي قلبي. الاول كان بتبقى زحمه والناس بتجيها من جميع الاماكن. والمحل دوت اللي لقيته بردك فاتح. آه، مش كتير، ما بقاش فيها يعني حركه، ما بقاش فيها ناس كتير بتروح لهم. آه، هنا المنظر الجميل الجامع دوت المسجد ده. برضك حبيت اصوره ليكم. فالبلد اتغيرت كتير خالص، بورسعيد مش زي الاول خالص وفاضيه. بس فيها حاجات جميله قوي اتعملت، يعني فيها مطاعم اتفتحت، فيها عماير اتبنت فيها. والعربيه دي برضك شفناها واحنا ماشيين، بتاعه القصب. بالنسبه للشباب ممكن تعمل المشروع ده، طبعا مش عندنا هنا في مصر، محدش عامل كده. القصب شكله تحفة. بالنسبة للناس اللي بتحب القصب يعني، مش قادرة تقشر ولا حاجة، بتاخدي الطبق بقى بتتسلي فيه وانت قاعدة. طبعا احنا جبنا منه واحنا ماشيين طبعا. هنا معظم المحلات قافلة يا حبايب قلبي. مش عارفة بقى قافلة عشان احنا الصبح بدري، ولا هي البلد هادية. كل المحلات معظمها قافل. هنا كانت القطة عمالة تتشمس، قلت اصورها برضك اوريها لكم، لان الجو كان تحفة. الجو بسم الله ما شاء الله كان جميل. بصوا البلد فاضية ازاي، كل الناس قافلة. هنا كانوا بيفرشوا طبعا للمسجد عشان يصلوا صلاة الجمعة. وهنا المحل ده مليان برضك هدوم وحاجات، بس ما فيش حركة ليهم يعني. ربنا يرزقهم. الأول كان بيبقى حركتهم كتيرة وكانت زحمة، وبنمشي نخبط في بعض ونلف في المكان ونرجع نتلاقي نفسنا في نفس المكان برضك هو. لكن دلوقتي لا، أخدنا لفة عقبال ما دخلنا السوق. آه دي البيوت دي بيوت أثري قديمة، ناس من المنطقة واحنا بنصور. قالوا لي صوري البيت ده، كل بورسعيد كانت بالمنظر اللي انتوا شايفينه. البيوت دي كده، قال لي والله البيت ده أثري. آه كانت كل بورسعيد بالمنظر ده، البيوت بتاعتهم كانت كده. قليل أوي لما كان في عمارة أو بيت. بصوا. آه فحبيت، بس مش هي بورسعيد اللي احنا كنا بنروحها زمان يعني. ربنا يدي للناس، يبعت لهم رزقهم برضك. الاول كان فيها حركة، فيها شغل. وده بيت اثري برضك قديم يا حبايب قلبي. الناس اللي كانت في المنطقة هي لقيت لي البيوت دي قديمة، وشكل البيت شكله حلو بس قديم، حاجات قديمة كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ والعماير دي برضك قديمة، بس بقى ما فيش حركة زي الأول. هنا بقى المنظر بقى، المطاعم اتعملت جديدة، حاجات اتبنت جديدة. بورسعيد وسعت، حاسة ان بورسعيد وسعت
وكبرت كده والسوق رحنا له عقبال ما سألنا. الأول كنا عارفين المكان فين، عارفين بنروح ازاي، عارفين الطريق. لا، تحسوا ان البلد بسم الله ما شاء الله اتغيرت كتير. للأحسن طبعا، بس ما فيش حركة شغل زي الأول. يا ربنا يرزقهم يا رب. ما فيش الحركة بتاعت الأول. شايفين دي منظر كلها جديدة، مطاعم طبعا اتعملت. آه شكلها تحفة طبعا، وشكلها جميل جدا بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هنا احنا مش عارفين بقى نروح فين، عمالين نلف طبعا. وكان كنا عايزين نتغدى هناك سمك، بس مفيش نصيب يعني المرة دي لأكلة السمك. ف جبنا أكل كشري. فطرت قلت بقى هنفطر كشري. هنا كده كنا داخلين على على المطاعم اللي مفتوحة دي. بصوا المنظر عامل ازاي، جميلة جميلة بسم الله ما شاء الله. وكبرت بورسعيد، تحس ان هي وسعت هنا. والمسجد الجميل قوي ده، حاجة بصراحة روعة. بس كان نفسي اروح بقى اكون في زحام. كنا بنمشي الناس تخبط في بعضيها، وبنجيب حاجات جديدة، وبنجيب حاجات برضك كانت بتبقى في حاجات مستعملة جميلة برضك. بالنسبة للبلاد هنا السياحة حتى فيها برضك مش كتير. كل اللي انا مصوراه دوت يا حبايب قلبي حاجات جديدة كلها. والطريق، وتحسوا ان البلد فاضية او الناس نايمة، مش عارفة، او احنا رايحين بدري قوي. شايفين المنظر، بلد هادية جميلة الصراحة. شايفين كل المحلات عاملة ازاي. دي هنا كده المطاعم بقى كل حاجة فيها، اي اكل اي حاجة عايزينها بيخشوا بقى يطلبوا، والحاجة بتطلع لهم او بياخدوها وهم واقفين. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله، المنظر روعة. ده بورسعيد هنا وهناخد كده كنا دخلنا استراحة. بقى ناحية بصوا على المطاعم. المنظر وجميل. الدخلة شكلها تحفة يا حبايب قلبي. عاملة بصوا ازاي، كل حاجة كده تحفة. انا مصورة برضك وهوريكم طبعا في الفيديو كامل، بس انا قلت اما افرجكم بقى على الجمال ده والحلاوة دي اللي احنا فيها. 13 عادي رقم 13. طبعا احنا في دولة بورسعيد بقى وجمال وكملوا معايا بقى باقي الفيديو وهوريكم بقى كل حاجة هنا طبعا بالتفاصيل. احنا بعرفكم ان انا جيت بورسعيد، ودوت جبنا كشري من المطعم من المطاعم الموجودة طبعا. اسمه الخديوي. بس طعم الكشري بتاعه حكاية والله، طعمه تحفة قوي. ما كانش ينفع ناكل حاجة الصبح الا لقينا الكشري اللي قدامنا. والله كنا ناويين ناكل سمك يعني، بس ما طولناش. وهنا ده معانا القصب طبعا، ما قدرتش اقاوم شكله، فده اشتريت الكيس ب20 جنيه يا حبايب قلبي. طعمه تحفة. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة يا حبايب قلبي.